واحنا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه وأراد أن يخلق الخلق. أيخلق الأدنى منه ثم يجعله من الأدنى أعلى، أم يكون المخلوق المباشر منه هو أرقى الأشياء؟ لازم يكون أرقى الأشياء. إذن فحينما أراد الحق أن يخلق الخلق خلق النور المحمدي، ومن النور المحمدي ده الكمال المباشر بالحق، من النور المحمدي أخذت الأشياء. إذن سر كل الأشياء مأخوذ من النور المحمدي الأصلي. فإذا رأيت في أي شيء من الأشياء التي تراها سرا من الأسرار فاعلم أن العنصر الفعال منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه المباشر للحق مباشرة. فلا يقال أن الأرض قد خلقت وبعد ذلك جاء منها الناس وبعد ذلك جاءت الصفوة من هذه. لا، الأصول أن الذي انفصل عن الله لا يمكن أن يكون الأدنى. الأصول أن الذي انفصل عن الله لا يمكن أن يكون الأدنى، وإنما يجب أن يكون الأعلى، ثم يأخذ الأدنى منه هكذا وهكذا. فكأن السر الإلهي لا متدليا ولكن متعليا، بمعنى أن الذي انفصل عنه عن الحق الأول لازم يكون أشرف الأشياء، وبعد ذلك أخذ منه. مش وجد الأدنى ثم استصفي منه الأعلى، لا، وجد الأعلى أولا ثم استصفي منه دون ذلك. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنورانيته الأولى المخلوقة من الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الحق من ذلك النور كل خلق أخذ كل خلق سره الفعال فيه. أحد السادة المستمعين من السودان بعث برسالة وضمنها ورقة مصورة فيها ما لا يقل عن 23 دليلا على أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نور حسي ومعنوي، واستشهد ببعض الآيات وكثير من الأحاديث. هل أقرأ الآية والأحاديث سماحة الشيخ أم ترون الإجابة عليها هكذا؟ أول ما قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد سمى الله تعالى نبيه نورا في هذه الآية، فما المانع أن نقول هو نور؟ قال القرطبي في تفسيره: قد جاءكم من الله نور أي ضياء، قيل الإسلام وقيل محمد عليه السلام. إذن فمن قال النبي عليه الصلاة والسلام نور فإن له سلف في ذلك، لا سيما القرآن الكريم. روى عبد الرزاق والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. الحديث. وذكر ابن مرزوق عن علي رضي الله عنه. هذا خبر موضوع، خبر عبد الرزاق هذا عن جابر موضوع. هو قول بأن محمد أول المخلوقات وأنه نور من نور الله، هذا باطل. هذا موضوع. وأما تسميته نورا فهو نور عليه الصلاة والسلام لا من أجل ذاته، هو نور بما بعثه الله به من الشرع والهدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور الإسلام ومحمد نور، كما قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو سراج منير بما بعثه الله من الهدى، وقبل أن يبعث بالهدى ما كان نورا، كان من عرض الناس، ليس بنور، وإن كان له ميزات في الجاهلية من الصدق والأمانة، لكن لم يكن نورا إلا بعدما بعثه الله بالهدى ودين الحق، صار نورا بما بعثه الله، لا بذاته الحسية، ولكن بما بعثه الله به من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح. وكان في البيت يصلي في البيت وفيه ليس فيه نور، ويكون البيت مظلما وليس فيه نور، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي وأنا أبسط رجلي بين يديه فإذا سجد غمزني وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح، ليس فيها سرج، كان يلمسها بيده من أجل الظلام. فالحاصل أنه لم يكن نورا بمعنى الحسي، وأنه كالسراج ينير المحل المظلم ويكون يغني عن السراج في بيته، وإنما هو نور بما بعثه الله به من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح والشريعة العظيمة. وأما حديث أنه نور من نور الله وأنه سبق المخلوقات فهذا خبر مكذوب موضوع. وقد ألف في هذا بعض إخواننا المغاربة
رسالة بينت أنه موضوع، وقد صدقنا عليها وأيدناها وأنه موضوع. وبهذا يعلم السائل وغير السائل من المستمعين أنه نور عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله بما الهدى، وهو سراج منير للأمة بما بعثه الله من الهدى، وليس نورا حسيا بلحمه ودمه، لا، هذا من جنس بني آدم، بشر من جنس بني آدم، ليس نورا بجسمه ولحمه، ولكنه نور بما بعثه الله بما الهدى. ولهذا يكون في الغرفة التي فيها عائشة وهي مظلمة فلا تكون مضيئة بمجرد وجوده فيها عليه الصلاة والسلام. ولم يكن الناس يرونه في الأسواق المظلمة وهو نور عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن النور إنما هو بالمعنى بما بعثه الله به من الهدى لا بذاته عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا نعرض عن بقية الآثار. لا حاجة إلى لا حاجة إلى، لأن هذا هو المعنى. هذا هو المعنى. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الغلاة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور وهو ليس من البشر أو مثل البشر، ليس مثل البشر. هذا غلو وكذب والعياذ بالله، ولا يجوز. الرسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. والبشر منين خلق؟ خلق من بشر، من أب وأم، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. أبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، هذا شيء معروف، كيف يكون مخلوق من نور؟ نعم. ولهذا تقول محمد بن عبد الله، ما تقول محمد بن النور. محمد بن عبد الله. اللي خلقوا من النور هم الملائكة. الملائكة خلقوا من النور، والشياطين خلقوا من النار، وبنو آدم خلقوا من تراب. نعم.